مرحبا حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اشتقت لكم هواي ورجعت وياكم اليوم بفيديو جديد. إن شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم طريقتي البسيطة. وهنا عندنا احنا اللبلبي نص كيلو. قبل يوم أنا جبته ونقعته بالليل وضفت عليه ملعقة هاي مال شاي سودة، وتركته ثاني يوم الظهر منقعين حوالي تقريبا 10 ساعات أو 8 ساعات. خليته منقعين بالليل من نقعته، خليت عليه ملعقة سودة. طبعا غسلته ونظفته وهاي، وهنا خليته فار وياكم تقريبا ساعة على الطباخ. طبعا تعجبته أنا كل مرة من أسويه يعني ظل عندي 4 ساعات 5 ساعات أسوي الحبة مالته. فهالمرة يعني ساعة جيت لزمت الحبة مال اللبلبي، فلقيتها مستوية يعني شوي بعد أوجه. وهنا عندي هاي الكسور قلت خلي أضيفهن شوية يذبن الدهن مالتهن، نظل هيك شلون يعني عباك نحمس الجدر شوية بس نزيد الدهن مالتهن ونخليه على نار ناصية. وراح أضيف اللبلبي هو والماي مالته يعني من فار، ما أخلي ماي جديد. اللبلبي نفسيته أجيبه وأخليه بعد مرور ساعة من سلقته. وهاي الطريقة أنا هاي أول مرة أجربها وكلش عجبتني، وراح أعتمدها دائما أسويها. تعرفون الشتاء وهاي، فحبيت يوم الجمعة نسوي هذا الروتين وأشاركه وياكم. إن شاء الله يا رب يعجبكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك، وخلوا لي تعليق حلو لأن والله جاي أتعب، وأتمنى منكم تشجعوني تحفزوني. إذا عجبكم خلوا لي لايك على مود أعرف إن الفيديو عجبكم، وأنا هم أتحفز أنزلكم فيديوهات أكثر وأكثر. وهاي نزلت هنا اللبلبي نفس ما هو، يعني حولته من ذاك الجدر الثاني اللي سلقته بيه خليته بهذا الجدر، وضفت عليه مي، وأيضا خليت عليه فلفل هذا الحار هيك شويونة، وضفت عليه أيضا نص ظرف ماجي الدجاج. طبعا الطانك كلش طيبة، يعني أول مرة أنا همينة أجربه. وهاي هنا حبايبي بعد ما استوى ويانا اللبلبي، طبعا أنا ما طفيته، خليته على نار ناصية، قلت على مود يعني يستوي كل ما يموع أكثر يصير أطيب، يعني ما تظل هيك حبة حبة كاملة. وهنا تقدرون تستغلون عن هاي الطريقة إذا كان عندك متوفر الحمص المطحون، تضيفين ملعقة طعام وتذوبينها بالمي مال اللبلبي وتخلينه ويا اللبلبي عادي. إذا ما كان عندك تقدرين تستخدمين هذا الطريقة أيضا، تساعدنا إنه شنو يدخن المي مال اللبلبي. أو أنت إذا كنتي حابة يكون اللبلبي شوي حامض أو مثلا حار، هسه أنا خليت فلفلة خضراء يعني نص فلفل أخضر هذا الحار ضفته وياه. إذا كنت يكون حامض ما تحبينه حار ضيفي عليه حامض الليمون أو اللامندوزي، أنت شنو الطريقة اللي تعجبك أو اللي تحبينها. وهاي ضفت هنا اللبلبي الهرسته العفو، وراح أخليه على النار ناصية، ما راح أطفيه لأنش ما يكون مستوي أطيب. وهاي بعد ما استوى ويانا اللبلبي وصبيته وأيضا تركته على الطباخ ما طفيت عليه النار، وصبيت للأطفال وأكلوا ألف عافية، وسهمنا وسهمكم العافية إن شاء الله يا ربي. ولهنا حبايبي نكون وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك، مع ألف 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 سلامة.